يا هنانا يا سعدنا خوان قلبينا عندنا. ده طبعا شعار نادي الزمالك حاليا، كله بيتداوله دلوقتي وفرحان طبعا بالحتة الصغيرة البرازيلية اللي عندهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وننزل يا جماعة على طول نعمل سبسكرايب، نفعل زر الجرس ليصلكوا كل جديد، ونعمل اشتراك في القناة. يلا يا جماعة بقى ندعموني بقى، ده لسه جديد معاكم بقى. انا اسف اولا على البرد اللي عندي، الصوت بتاعي والحلقة جاي لنا يعني انا تعبان والله وطلع بالعافية. فطبعا صوتي مخنف شوية، مش هدفي عشان خاطر البرد. الجو اصلا الناس كلها جالها الدور ده، احنا في جو برد الصيف وحش. فالحمد لله على كل شيء. نبدأ حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش الزمالك النهارده ماتش جميل وماتش مهم، وبدأ فيريرا يبص على اللعيبه، بدأ يفهم، بدأ يسمع الجمهور، بدأ يشوف الدنيا ماشيه ازاي. التشكيل غيره، يعني عندك دلوقتي لما نزل خوان الفينا وعدي الدباغ، طبعا بدأ بيه برضه زي الماتش اللي فات، ونزل برضه شيكو بنزا. شيكو بنزا هو لعيب يا جماعه، يعني تحس ان هو عادي، بس لمسته للكوره، لا لمسته للكوره لمسه كويسه، لمسه تدل اللي دوت لعيب، اللي دوت حاجه كويسه يجي منه. هو ده لو في نادي مش كبير او عليه ضغط زي اي نادي صغير مثلا، كنت هتلاقيه نجم، كنت هتلاقيه الناس كلها بتحفي عليه طبعا. بس هو طبعا عشان خاطر في نادي الزمالك، نادي برضه كبير في البطولات وبينافس عايزين حاجه اجمد، عايزين طبعا مستواه اكتر من كده بكتير، بس هو يجي منه جامد جدا، يعني هو لو يستنوا عليه هيجي منه جامد جدا. طبعا نص الملعب غير، يعني خلاص ناصر ماهر ما حطوش بقى وينج بقى عشان خاطر نزل خوان الفينا، حط ناصر ماهر في النص، بقى عندك ناصر ماهر وعندك عبد الله السعيد والشحات وشحته. فطبعا خط النص بقى جامد بقى، لا في كوره وفي تمركز، الضغط كان حلو جدا. نادي الزمالك قعد يضغط على مودرن مش عارف يطلع بالكوره خالص. كان ضاغط عليه جامد جدا طول الشوط الاول كمان خصوصا. فلا الماتش الصراحه لا كان ماتش كويس جدا. بعد اذنكم عشان نعرف بس ايه نكمل حلقتنا. فالماتش كان كويس جدا يا جماعة، ونادي الزمالك عملت أداء كويس جدا. فتقييمي يعني ألف مبروك لنادي الزمالك طبعا، مكسب 2-1 على مودرن سبورت طبعا، وتصدر طبعا الدوري، بس طبعا بفارق طبعا الأهداف على النادي المصري. نيجي التشكيل يعني نوعا ما كويس، انا شايف التشكيل بتاعه كويس. لو نيجي نقيم التشكيل طبعا من اول حارس المرمى لحد قدام، عندك محمد صبحي النهارده يعني ممكن نديله النهارده 5-6 من 10 بسبب الهدف اللي دخل فيه. طبعا الهدف هو مسؤوليته، يعني ده الهدف اللي دخل فيه بتاعته كورته، يعني ما اعرفش هي دخلت فيه ازاي يعني. بس يعني ما كان قاعد برضه فترة على الدكة والكلام ده احنا قلنا كتير، يعني برضه ما هجبناش برضه مصطفى شوبير بسبب برضه اللي هو قاعد، احنا عارفين امكانياته. فبرضه هو ماشي، بس برضه ايه، هيبقى في تحسن في المباريات القادمة ان شاء الله. طبعا النهارده برضه الونش برضه لسه ما رجعش من من بعد الإصابة. مش ده الونش بتاع الزمالك، مش ده اللي عمل أداء وده اللي كان مكسر الدنيا مع منتخب مصر كمان. نيجي الونش انا شايفه برضه 4 من 10. نيجي لحسام عبد المجيد، لا حسام عبد المجيد يعني ممكن 6 من 10، كان كويس برضو شوية. بنتايج تحس اللي هو تايه، يعني انا شايف بنتايج تايه جدا، يعني مش عارف، مش ده بنتايج اللي كان عامل الموسم جامد السنة اللي فاتت. بنتايج يعني ممكن ندور 4 من 10. عندك عمر جابر، لا عمر جابر يعني برضو كويس، يعني عمر جابر معقول، نديله 5 من 10. بس عمر جابر يعني مفيش برضو، هو باك كويس محترم، بس برضو ايه مش اللي هو الخطير اللي بيزيد معاك جامد قدام، ودفاعيا برضو مش جامد اقصى حاجة. نيجي لخط النص. عندك الشحات عمل اداء كويس، ف يعني نديله 6 من 10، بس النهارده ما كانش باين، كان مختفي شوية. هو طبعا جبار الولد ده يا جماعة، صغير والولد دوت ليه مستقبل جامد مع نادي الزمالك. نادي الزمالك ده المفروض تمضيه من دلوقتي على بياض، هو والولا اخوان الفينا. ده لازم الزمالك بص تاخدهم تمضيهم، تمضيهم مدى الحياة والله العظيم انا لو منهم تمضيهم مدى الحياة، دول هينفعوك جامد جدا. عبد الله سعيد عمل اسيست يا جماعه، مدرسه، مدرسه يا جدعان. عبد الله سعيد شوف شالوا الكوره ازاي. يا جماعه الزمالك لو عرف كان لعب على اخوان الفينا ده
حط ولعب على طول عليه، الولا هيهد اي دفاع، الولا هيهد الباكات كلها. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله الباكات عندنا على قدها. الولا ده هياكل الموسم ده، هياكل عيش لو اشتغل صح وعرفوا يوظفوه وعرفوا يشتغلوا عليه صح. الولا ده هياكل على، بص هياكل عيش على الباكات كلها، سريع ومهاري، والولا شويط يعني بيعمل ارتو حلوه جدا. آه بس يعرف الزمالك يوجهه صح، لان كذا كوره ما حدش بيعرف يجاريه، ما حدش برضه بيعرف يستثمر الحته اللي فيه كويس. بس اكيد مع الماتش ده اول ماتش، الماتش اللي جايه اكيد هيبقى هيعلى، واكيد هيعرفوا يركزوا عليه، واكيد التشكيل بتاعه هيبقى اعلى. عندك خوان الفينا طبعا هو رجل المباراه دوت، نديله 8 من 10. بسبب الاداء، وبسبب برضه هو عنده روح برضه كأنه ابن النادي وبيشجع، والدنيا حماسيه جدا معاه. عندك شيكو بانزا، يعني انا الصراحه مش مقتنع بيه قوي، بس انا بقول هيجي منه، هو من باين من لمسته هيجي منه. يعني شيكو بانزا دوت انا اديله 5 من 10. عدي الدباغ عايز له قعده من الجهاز الفني والكلام دوت، لا عايز له قعد، ان عدي الدباغ يعني على الصفقه واللي هم اتكلموا عليه والفيديوهات، قلنا بقى ده جاي هيكسر الدنيا. لا لعب النهارده لعبه عادي جدا، مفيش خطوره مفيش حاجه. يعني لا ده الدباغ النهارده انا بالنسبه لي اديله، يعني ممكن اكرمه واديله 2 من 10 لو ده الدباغ. ناصر ماهر يعني لعب بقى في حتته النهارده في نص الملعب، بس ما كانش قوي. يعني ناصر ماهر النهارده كان المفروض يعمل اداء اكتر من كده واحسن من كده بكتير، بس ما كانش قوي اقصى حاجه. نديله 5 من 10. ما كانش فيه خطوره قد كده، ما كانش ده اللي هو برضو فيرا كان مستني منه. في احمد شريف اشترك النهارده في المباراه، الواد ده كويس جدا جدا يا جماعه، لعيب محترم وهيجي مع الزمالك. صلاح مصدق اللي هو نزله في اخر الماتش عشان خاطر يامن الدفاعات. هو لو عارف يوظف صلاح مصدق ده ديفندر او باك يمين، انا حاسس ده لو اتحط في حته من دول هيبقى حاجه تانية. كورته حلوه وبيعرف يشتغل كويس على نفسه، ولا وانا شايفه كويس جدا كمان صلاح مصدق. ف انا شايف الزمالك ان شاء الله هتعمل جو كويس، دخل في المنافسه الموسم دوت. انا شايف الزمالك هيبقى مختلف تماما عن الموسم اللي فات. انا شايف هيبقى لا منافس وداخل بجدية وبيعمل شغل عالي وبيأدي اداء كويس ولو استمر على المنهج اللي هو شغال ده عليه دوت، واستثمر اللي هو عندهم، لا هيعمل شغل عالي جدا. اللعيب بتاع الزمالك برضو الوينج ادم، مش حاسه برضو، تحس هو خايف عايز يعدي. يعني الكرة سهلة، يعني الكرة المفروض سهلة وبسيطة، هما احس في لعيبة بتصعبها على نفسهم شوية حاجة زي كده. فألف مبروك نادي الزمالك، فوز طبعا على مودرن بثلاث نقط مهمين جدا ليه. بس يا ريت بقى ما الحفلة ما تزيدش بقى، ايه ده احنا كسبنا الفرقة اللي كسبتكو، ده احنا مش عارف ايه. طبعا هم اصلا فرحانين بألفينا ده حد طبعا. يلا الف مبروك، مش عايزين نحسدهم، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، عشان ما تقولش انت عينك وحشه يا عم، انت باصص لنا فيه يا عم، ده الاهلي هيمضيه كمان. لا الاهلي مش هيمضي حد الحمد لله، احنا مكتفين باللي عندنا، مش عايزين حد تاني. واتمنى يكون في مطوشه، واتمنى اللقاءات اللي جايه تبقى احسن بكتير. طبعا عندنا يا جماعه كذا خبر للنادي الاهلي عايزين نتكلم عليهم كتير جدا. خلاص خلصنا من وسام ابو علي، والنادي الاهلي بعت له البطاقه الدوليه بتاعته. خلاص القصه دي خلصت طبعا والكلام دوت. محمد مجدي قفشه طبعا خلاص قريب قوي من الرحيل بتاعه، هيروح لنادي في الدوري السعودي. طبعا عارفين ابن بن شرقي جاله كذا عرض من قطر، والراجل رفض عشان خاطر برضه يكمل مع النادي الاهلي. شفنا برضو كان السوشيال ميديا شويه على ديانج هيروح نانسو الفرنسي، وطبعا كل ده اشاعات، كل ده مش صحيح. حسين الشحات ده الزمالك بيتفاوض معاه في يناير القادم، كل ده برضو غير صحيح، مفيش الكلام ده كله حصل. النادي الاهلي مركز في الماتش اللي جايه ان شاء الله. عندنا يوم 25 ماتش مع غزل المحله. هنتكلم ان شاء الله في حلقه بكره على التشكيل بتاع النادي الاهلي المتوقع. هنتكلم على حاجات ياما جدا، عودة طبعا إمام عاشور عودة طبعا جامدة جدا. احنا طبعا لو اتكلمنا من هنا لبكرة، احنا عندنا دلوقتي يعني ربنا يكون في عون خوسيه ريفيرو. يعني أنا شايف الموضوع هيبقى صعب جدا عندنا في نص الملعب. انت دلوقتي زيزو دلوقتي احنا عرفنا خلاص هو مقتنع بيه في نص الملعب، حته مركز 10.
مقتنع بيه في الحته ديت. عشان خاطر خلاص دخل تريزيجيه هيلعب وينج، هيلعب ناحيه الجناح اليمين. انت عندكش الحته التانيه الجناح الشمال بن شرقي، خلاص هو كده شايف بن شرقي، وبن شرقي هيعمل اداء وخلاص بدأ يرجع للفورمه بتاعته. عندك بن شرقي وهيبقى عندك تريزيجيه من الناحيه التانيه، وعندك زيزو هيحط بقى 10، وعندك اتنين وراهم بقى المفروض بين رمضان، وعندك امام. طبعا طب دول لو لعبوا مع بعض الديفندر مين هيلعب؟ يعني ما انت لازم ديانج يلعب، ما هو لازم واحد تالت يلعب معاهم. ما هو ديانج لو لعب هتحط بين رمضان وامام، طب زيزو؟ في حيرة جامدة جدا مع خوسيه ريفيرو، مش عارف هيحلها ازاي. ممكن يعني يرجع بين رمضان، يخلي بين رمضان يلعب ستة مثلا ديفندر، ويخلي امام قدامه هو زيزو، ولا العكس؟ ده هنشوفوه في الايام اللي جاية هيعملها ازاي اصلا. اشرف داري رجع والكشف الطبي قال لك خلاص يا كمان تم شفائه على خير، المفروض يبقى جاهز للماتش الجاي. طبعا يعني اشرف داري يعني لو اتكلمنا عليه يعني اجنبي ومش مش مستفادين منه جامد وبيتصاب كل شويه، فده يعني على شهر يناير انا شايف اللي ممكن الاهلي يستغنى عنه ويوسع مجال للصفقه اللي جايه برضه لاعب اجنبي غيره. انا شايف في اصلا حاجه اكتر من كده، خصوصا ياسين مرعي كمان اتصاب بعيد عن الاهلي، هيبعد غياب شهر. فطبعا احنا عندنا كمان يعني في قصه المساكين دي يعني مركز حساس جدا وحاجه تقلق. وطبعا محمد الشناوي ألف ألف رحمة طبعا على والده، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له للحادث الأليم طبعا، يعني ربنا يرحمه يا رب ويرحم موتانا أجمعين يا رب. ففي طبعا كذا تفصيلة يا جماعة، وفي كذا حاجة هنتكلم عليها جامد جدا. طبعا انت قصة المهاجم اذا كان محمد شريف او جردشار، يعني شفناهم كتير. مشكله جراديشار يعني جوه الصندوق مش خطير قوي، هو عايز يلعب بره، بيعرف يعمل اسيستات، بيعمل استلامات، بس احنا مش عايزين حاجه بره، احنا عايزين حد في البوكس. محمد شريف شو كويس، بس كالكواليتي بتاعه لا مش يعني احنا شفنا وسام ابو علي كان بيعمل ايه معانا، كان حد جامد جدا. فاحنا خلاص الصفقه قربت قربت. طبعا الفلوس بتاعت وسام ابو علي جت عملت انتعاش في خزنة النادي الاهلي 200 مليون جنيه. فطبعا دي مبلغ كويس جدا، وكابتن محمود الخطيب فاتح طبعا الخزنة وقال لهم، وفاتح اصلا الميزانية للمهاجم اللي جاي. و90% هو المهاجم الافريقي الدولي اللي بيلعب في اوروبا هو اللي هيجي في يناير، مهاجم مرعب جدا، لسه ما قالوش اسمه بس هو مهاجم مرعب جدا. ده اللي هو اللي انا شايفه خلاص ده قريب جدا جاي. ف خلينا نشوفوا ايه اللي هيتم الايام الجايه، وهنشوف ان شاء الله التشكيل المتوقع. يا رب اكون خفيف عليكم، واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، واستناكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.